السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا جدا ما بيحبش ياكل شوربة الخضار، سواء بيزهق من طريقتها التقليدية او فكرة شوربة الخضار نفسها. احنا النهاردة هنعملها ان شاء الله وجبة متكاملة فيها كل حاجة، طبعا ما عدا البروتين. ممكن نبقى ناخد جنبها اي قطعة بروتين، فاحنا هنعملها بطريقة سهلة كده وبسيطة وهنحبها جدا. اول حاجة باخد معلقة من زيت الزيتون، معلقة كبيرة، وهبتدي اكون طبعا مسخنه الحله، ومفيش اي مشكله من زيت الزيتون ان هو يكون سخن ونشتغل بيه على السخن. وهضيف هنا بصلايه يعني تقريبا متوسطة نسبيا، يعني من صغيرة لمتوسطة، وبديها بس تشويحة خفيفة كده، واحط لها رشة من الملح ورشة من الفلفل، ويا دوبك تبتدي بس ان هي تدبل وتاخد لون خفيف شفاف الى حد ما. بلاش نخليها حتى صفرة خالص. زي ما انتم شايفين كده الدرجة دي حلوة قوي. هنبتدي بقى نضيف عليها مكون مهم جدا وحلو جدا ومفيد طبعا للي بيحبوه، واللي بيحبوا كمان طعمه هيبقوا مبسوطين جدا من شوربة الخضار. الفريك، الفريك بجد طعمه حلو قوي في شوربة الخضار. في ناس دايما بتحب تحط سواء مثلا شعرية او لسان عصفور. جربوا الفريك، بالذات محبين الفريك هيحبوه جدا. ببتدي بقى اقلبه، هديله بس تشويحة كده مع البصل على اساس ان هو يطلع بقى، يبتدي يطلع ريحته وياخد من طعم البصل. وهضيف له الشوربة على حسب طبعا الكمية اللي تحبوها. ولما بياخد غلوتين تلاتة كده علشان يكون استوى، لان الخضار مش هياخد وقت خالص، بديله رشة صغيرة من القرفة. دي التركة دي انا بحبها جدا. طبعا اللي بيحبش القرفة او ما بيحبش طعمها ما يحطهاش، انا كنت مدياله رشة بسيطة. انا هبتدي هنا عندي الجزر الوحيد اللي فريش عندي، فهبتدي احط. طبعا انتوا بتحطوا اي نوع خضار انتوا بتحبوه في شوربة الخضار. انا سبت الجزر طبعا يستوي، خد غلوة او اتنين الاول علشان عندي البسلة والكوسة فروزن. فطبعا الفروزن بيبقى خلاص خد تقريبا نص سوا على ما يتفك كده، فيبقى خلاص احنا محتاجين بس ان هو يستوي بقية تسوية الجزر مع الجزر. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الالوان جميله والشوربه تحفه تحفه. طبعا الشوربه اللي تحبوها سواء فراخ او لحمه بتضيفوها، ويا سلام لو شوربه عظم بجد بتبقى تحفه ومفيده جدا. خلاص هي كده ما شاء الله اللهم بارك، جميله. هي هتاخد بس غلوه. انا هديها كمان رشه بسيطه من الزعتر، بتديها نكهه بجد جامده. جربوها. وكمان الزعتر عشان الناس اللي عندهم برد كده الفترة دي في بداية الخريف بالذات، هتلاقي في ناس كتير جدا بتاخد دور برد، فالزعتر حلو قوي للبرد. وابتدي بقى اسيبها تاخد الغلوة بتاعتها، وبعد كده نبتدي ان شاء الله نغرفها وهتبقى جميلة. جربوها وبجد بجد هتبقى خطيرة معاكم. انا كمان بحب احط زعتر، يعني انا الزعتر موجود اولا في الشوربه، حطيت تاني زعتر. وكمان بحب احط روزميري زي ما انتم شايفين كده، بجد تحفه. بص شكلها عامل ازاي، الالوان بتاعتها تحفه. فاللي ما بيحبش شوربه الخضار او زهق من النكهات الطبيعيه بتاعتها، الفريك هيودي طعمها في حته تانية خالص غير اللي احنا متعودين عليها. هي هنا خلاص استوت، شايفين ما شاء الله جميله. انا ضفت لها قطعة من الفراخ، تقدروا طبعا تضيفوا اي بروتين انتوا حابينه، وهي اصلا متكاملة فيها الخضار وفيها النشويات وفيها الدهون. فخلاص احنا كده مكتفيين بوجبة كاملة مشبعة وجميلة وحلوة جدا كمان في الشتاء. والناس اللي عندهم زي ما قلنا نزلات البرد والكلام ده كله، بجد تحفة. جربوها ان شاء الله، تدعولي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.